بصراحة الواحد زعلان جدا من اللي بيحصل مع فينيسيوس، وحاسس فعلا ان الونسو ما بيحبش الواد ده او بيحترمه بالقدر الكافي. والجماهير ريال مدريد اللي انتوا بتقولوا فينيسيوس يستحق، ما تنسوش ان الواد ده ادانا كتير. حتى لو بنتكلم على شخصيته وان شخصيته عاوزه تتظبط، بس انا مش شايف ان هو تأديبه بالطريقه اللي بيعملها بقى الونسو دي. ممكن الونسو يكون صح في الاخر، وممكن فعلا ان هو بيعمله معاه ده يظبط، بس مش ان هو يوصل له ان انت مش لاعب اساسي. فيني مش لاعب اساسي حتى لو مستواه زي الزفت. عاوزين تقنعوني ان امبابي لو سيء هيقعد دكه؟ لا، ساعتها هنقول لا، امبابي لو في الملعب وبربع رجل هيلعب ويأدي. وانا معاك والله ان امبابي كشخصيه وكلاعب محترف احسن من فيني بكتير، كشخصيه وكلاعب محترف. طب ايه يا جدعان، احنا ناكرين الجميل للدرجه دي؟ فيني هو اللي نجدنا في عز ما امبابي كان بيان. بس انا هقول لكم الخلاصه، بيريز اتخلى عنه. يمكن ان هو سايب اخر فرصه لالونسو ان هو يعرف يعدل اللاعب ده او ما يعدلوش، بس بيريز ده نابو ازرق وشال الحمايه عن فيني. وانا ما اعتقدش ان فيني بالشخصيه بتاعته يعرف يهندل الضغط كله اللي عليه ده، سواء بقى من العنصريه ولا من الجماهير نفسها ولا من ضغط مدريد ولا من ضغط المدرب نفسه.